تامر حسني مع الشامي بتراك واحد بعنوان ملكة جمال الكون. اليوم رح نسمع هذا التراك انا وانتم مع بعض، نعمل رياكشن عليه، نعطي راينا فيه بكل صراحه. بصراحه جدا متحمس لحتى اسمع هذا التراك لانه بدي اشوف الشامي شو ممكن يكون عمل مع تامر حسني. فاذا متحمسين مثلي تابعوا هذا الفيديو للاخير. وطبعا بدي لكم بعتذر على تغيير الخطه بالقناه، ولكن لازم تكون الخطه قابله للتعديل حسب الترند الجديد وحسب التراكات اللي عم تنزل جديد. وبالتالي رح نسمع اليوم هذا التراك، وبكره رح يكون في تراك عبيده كمان رح نسمعه مع بعض. ولا خلونا نفوت على الفيديو، يلا ليتس جو. السلام عليكم، هلا والله بالكل. مثل ما اتفقنا يا جماعه، تراك بعنوان ملكة جمال الكون للشامي مع تامر حسني. فاليوم رح نسمع هذا التراك، نعمل رياكشن عليه، نعطي راينا فيه بكل صراحه. قبل ما نفوت نسمع التراك لا تنسوني من دعمكم لايك شير، واذا انتم اول مره بتشوفوني ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتكتبوا تعليق لطيف مثلكم. وهلا خلونا نفوت نسمع التراك ويلا ليتس جو. اوكي، بداية طبعا فات فيها الشامي بدون بيت، والواضح انه حيكون الفيديو كليب. اوكي اوكي النقلة بالبيت حلوة. الدمج بين يعني كلمتين او خلينا نقول سطرين بسطرين كمان حلوة جدا. حلو. اوكي اوكي بس لحظة. هلا بصراحة انا واحد من كتير يعني جدا من معجبين تامر حسني، فاكيد ما راح اقدر اعلق على التراك بشكل سلبي. فلحد الان التراك جميل. اوكي 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 الفايب والجو تبع التراك بشكل عام جو جميل ولذيذ. اوكي اوكي حلو تراك صيفي. التراكات تبع الحفلات والشاطئ، ويعني تراك صيفي بشكل عام. اوكي اوكي فكرة لذيذة انه الشامي غنى بالمصري وهون تامر حسني عم يغني بالشامي. حلو. اوكي وحش. اوكي فيه فايب كتير لذيذ. اوكي لحظة، الفوتة كتير حلوة. اوف اوف اوكي بصراحة الفوتة تبعه كانت كتير حلوة للشامي. هذا المقطع من اجمل المقاطع بالتراك بشكل عام بصراحة. اوكي حلو. اوف اوف فايب حلو جدا كتير. التراك لذيذ، تراك هيك بتحس بفايب نشاط وانرجي عالي يعني. الله وحش. اوكي هلا انا ليش ما عم بحكي ولا كلمه عن تامر حسني؟ لانه بصراحه تامر حسني واحد يعني نجم خلينا نقول عالمي وليس فقط عربي. عم نحكي على الشامي اوكي،
نجم سوري اكيد صار له فتره قصيره، ما كتير صار له زمان عم يعمل تراكات، خلينا نقول سنتين او ثلاثه، ولكن منعلق لانه هو اصلا بمجالنا والشيء اللي بنفهم نحن فيه. فوتو اليوم في تطور واضح بهذا التراك، تطور واضح، وبصراحه برافو كتير انه عم يشتغل شغل مع نجم عالمي مثل تامر حسني. فدايم يعني بصراحه ريسبكت جدا. وحش. اوكي بصراحة ابدعوا. اوكي دايركتد باي تامر حسني. التراك كان فيه ابداع كتير كبير، فيه تطور واضح من الشامي. تامر حسني طبعا ما فينا نحكي ولا حرف عليه، حتى الشامي بهذا التراك ما فينا نحكي ولا كلمة عليه. خلوني نشيل السماعات ونرجع نحكي شوي عن هذا التراك. ليتس جو. اوكي يا جماعه، مثل ما سمعنا طبعا التراك كان رهيب جدا. مثل ما شفنا كان تامر حسني مع الشامي بطريقه كتير رهيبه، كان التراك خرافي، تراك صيفي كالمعتاد، اللحن فيه بيت دبكه وفيه تغيير بالايقاعات كتير، وهذا شيء كتير كان قوي بصراحه، وحبيت التراك جدا. اذا حبينا نقيم بصراحه ما راح اقدر اقيم بشكل هيك خلينا نقول منطقي او بشكل حيادي، ولكن خلينا نقول انه الليركس كان بيستاهل انه ياخذ 8.5 او حتى 8.5 من 10، ما بدي اقول اكثر، لانه هو التراك عم يعطي فايب اكثر ما يعطي ليركس قوي ومؤثر. ف8 او حتى 8.5 من 10 على الليركس. الاداء اكيد ما فينا نحكي ولا كلمه على الاداء، ان كان من الشامي وان كان من تامر حسني بهذا التراك، فكان التراك خرافي. اما اذا بدنا نحكي على البيت، فكمان البيت شفت فيه تغيير بالايقاعات كتير، شفت فيه فايب عالي وشيء كتير مرتب بصراحه، وبالتالي 9 من 10 على البيت. والميوزك فيديو او الفيديو كليب طبعا يعني رح يكون خرافي جدا بالنسبه لنا كمستمعين للراب والبديل، فاكيد رح يكون مختلف جدا ورح يكون بروفيشنال جدا. فما رح قيم ميوزك فيديو، اذا بدي قيم رح اعطيه 10 من 10 بكل رياحه. يعني التراك بشكل عام فيني اقول انه هذا التراك يستحق انه ياخذ 9 من 10. صح ما انه اختصاصنا، ولكن حبيت انه احكي عنه كونه الشامي هو طلع من الراب وبعدين طلع على البديل، وهلا عم يعمل شغل مرتب مع نجوم عالميين، فحبيت اني نسمعه انا وانتم مع بعض. وبس هيك يا جماعه، بتمنى تكتبوا لي ارائكم بالتعليقات، عجبكم التراك ولا ما عجبكم، شو الشيء اللي عجبكم فيه وشو الشيء اللي ما عجبكم فيه. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، تبقوا بخير صحة وعافية، سلام. اخبار الراب سين من هون اسمعها كلها بدون تحيز، بعطي رايي بكلمة حق بدون مجرح بكل تميز، بحكي رايي الشخصي بس فما في داعي تنحمى يا مان. عندك اي راي مغاير احكي وعليك الامان. عندي حلم شوي بعيد بس ماله مستحيل علي، وجودكم جنبي بيخليني استمر بالشغل اللي بين ايدي، بعطي وبعمل كل شي فيي حتى ارضي ذوق الكل. لا تنسوني من دعمكم، تقبشوني انتو الكل.